في المغرب نادرا فاش كيكون شي براكاج ديال شي بنكه ولا شي حاجه، ولكن القصه ديال اليوم غادي نعاود لكم اخطر براكاج وقع في المغرب وبالضبط في خريبكا. كانت من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب جريمة السطو التي استهدفت وكالة بنكية باستعمال السلاح الأبيض. تفاصيل هذه الواقعة في ريبورتاج سعيد بن زيزو بتحرير حمزة أيت مسعود. باستعمال السلاح الأبيض عاشت هذه الوكالة صباح اليوم واقعة اقتحام وسط، واقعة تمكن بعدها المشتبه به من الفرار عبر 2014 المغرب خريبكا مع 8 الصباح غادي يكون براكاج خطير في ديك المدينة واللي طاحوا فيها 3 ديال الضحايا و350 مليون اللي مشات غبراش باتش ما صبحاش. شكون اللي نفذ هذه العملية وكيفاش وقع هذا الشيء؟ بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا القصة كاملة. ولكن قبل ما نبداو القصه كامله ما تنساش تنزل تخلي ابوني ودوز عندي الانستغرام تما كنكون اكتيف ديما. معاذ شاب من عائله ميسوره، قرا مزيان وشد الباك ديالو ودار ليستير، خدا الدبلوم ديالو ومورا ما دار حتى شي حاجه، بقى جالس في الدار ومعكاز وما كيبغيش يمشي يخدم، كيبقى ناعس حتى العشيه وكيخرج راس الدار كيدير قهوه وكيكمل كواعوج. معاذ ما كان عنده ما يدار، كان عاطي على الزناقه والدوران والكوانات وزايده في الجوانات، واللي كان زايد مدصر هو بوي، كان ديما كيعطيه 100 درهم كل نهار كيلقاه فوق راسو. المهم فلوس ديال القهوه وطايفه راه موجودين. معاذ عنده خو كبر منه ومجوج عايشين مع بعضياتهم. ماش معاذ خدامه في واحد البنكه، ومعاذ بحكم انه خدام في واحد البنكه كان ديما كيسول على البنكه وكيفاش كيخدموا وداك الشيء ديالو. معاذ كان معروف عليه عنده واحد الهضره كيبدا يتمتم. معاذ كان كيسولها بطريقه عاديه ما كاين لا شك لا والو، حتى كتجاوبوا بكل ثقه وكتجاوبوا على كل شيء. مثلا كسؤال كان كيسولها كيقول لها واش كتسدوا الكوفر، واش غتسدوا من الليل ولا بحال هذا الشيء هذا، بزاف ديال الاسئله اللي كتجاوب عليهم سير بلاص. المهم معاذ راسو فيه شي حاجه، هبط قدام الدار وبقى كيخمم، بقى هكاك يوميا كيفكر وكيبقى يشوف شنو هو يدبر راسو وداك الشيء. دازت واحد المده مات الاب ديالو، هنا كيعني الا مات الاب ديالو 100 درهم اللي كانت كتحط فوق راسو مشات. بقى عنده خوه اللي كبر منه، خوه اللي كبر منه المصروف اللي عنده كيقد عليه كيجيبو للدار، مكلف بالتقضيه ديال دارهم والوالده ديالو والمدام ديالو. ومعاذ الا كان مبلي يمشي يقلب على راسو ويقد بالبلي ديالو. من بعد ما خوه قال هاد الهضره هادي معاذ ما تسعطاتش ليه. كيف ما قلت لكم معاذ مولف بالكواناش، داز واحد الايام ويتعرف على واحد الجوج يلا خرجوا من الحبس. الصراحه هما اللي جاو عند معاذ في الاول بان لهم كيكمل وما يجيو يجلسوا حداه. المهم بعد ما تعاشروا وتصاحبوا بحال هكا جات واحد الليله كيخمان ويقول لهم نتوما يلا خرجتوا من الحبس، اش بان لكم الا ضربنا بنكه؟ دوك الجوج ماشوا عليه بالضحك وزيدها مع هو تمتام قال لهم بالتمتيمه وهو مبوق ما يمكنش ما تضحكش. قالوا لي ياك ما بغيتي تدخل الحبس هذاك التمتام ويسرحوا لك داك اللسان. معاذ ناض ويقول لهم داو معاكم بصح، ضربه راه مضمونه. هادو سميتهم خالد ورشيد شبعانين الحبس، سرحاش معاهم داك اعجابهم من الموضوع وما يقولوا اجي نشوفوا تخينا هذا على شنو كيدوي. قال لهم الضربه اللي غنضربوا ماشي ساهل، ما كندويش على فلوس مليون ولا جوج ولا ثلاثه ولا 10 كاع، كندوي على بزاف ديال الفلوس. خالد ورشيد اجعل الله دوك يسمعوا ليه وعجبهم الحال. قال لهم ماش خويا عاودت لي كلشي على الابناء والاسرار ديال الابناء كاملين، كيفاش كيتحل الكوفر، ما عادش كيتسد الكوفر، يمشي نقدروا ندخلوا. معاذ هو اللي كان كيخطط لكل شيء. قال لهم غادي ندخلوا على ديك البنكه يومين قبل العيد، مشاو تقداو الفانيد واي حاجه كتبوق باش ملي غادي ياكلوها وغيدخلوا على البنكه ما غيعقلوش على راسهم. بعد ما قرب العيد بيومين معاذ وصحابه مشاو للبنكه مع 8 الصباح. دخلات المديره والفام د ميناج وكان معاهم حتى السيكوريتي. معاذ وصحابه من يوم بعد دخلوا للبنكه معاهم المضى. معاذ باش كان مكلف كان عنده غصاك اللي غيخشي فيه الفلوس. المديره ديك الساعه يلا حلات الكوفر، مع دخلوا عليها بانت لهم حاله الكوفر، سيكوريتي ما فهموا والو دفعوه. المديره جايه تخلعاش، فام د ميناج داش غادا هربانه وكتخوت، راشي يتلاع على الفام د ميناج ويسد لها فمها ويخشي فيها الجنون. سيكوريتي ديك الساعه كان ما عرفش واش يهرب ولا يمشي يعاون ديك فام د ميناج، ما عطلوش حتى هو ضربو. المديره حتى هي ماتت، 3 ديال الارواح طاحوا في دقه واحده. ديك الساعه معاذ ما فهم والو، ما كانش متوقع هذا السيناريو هذا. ودوك جوج صحابو بداو كيغوتوا عليه حيت شافوه تصدم، بداو كيقولوا ليه سالبي سي يجيب فلوس. ملي مشى الكوفافور خدا اكثر من 350 مليون. وهاد العمليه كامله دازت في ظرف 10 دقائق تقريبا. الضحايا كاملين ماشوا والاخرين هربوا. 8:30 غادي يجي واحد السيد لديك البنكه باغي يدخل يقضي الاغراض ديالو. دخل ما فهم والو، بان ليه بنادم طايح والدمايات فلاض، خرج الزنقه بدا كيغوش. تجمعوا عليه الجوقه وما يجيو البوليس جاو داو الاجراءات ديالهم كاملين، ولكن معاذ وصحابه ما خلاو حتى شي اثار. دازوا الخطه مزيان مع كانوا ملتمين ما عرفوهمش. هنا خداو فلوس كثيره. معاذ جاتو في حقه 116 مليون، شرا واحد الطوموبيل واعر. المهم دازت الوقت القضيه سقلات، داكشي غادي بخير.
واحد النهار كانوا في واحد البواط كان زاهي، فرجع ديالو دا واحد الكسيده عاديه اللي ما وقع ليه فيها والو، ولكن كان كيقيد كوسطه مع واحد خون. ديك الساعه كان دايز واحد البوليسي ولد دابهم من داك الشارع، هو يبان ليه معاد، هو كيعرف معاد ولد دابهم، ما كيعرف الصداقه ديال ولد داب وداك الشيء. كتوقف كتشوف شنو هو كاين، وقف عليه قال ليه ياك لاباس، قال لي اخويا والو باس، راه بنادم كتكون غادي في الطريق حتى كيجي عندك كيتوشيك. صافي داك البوليسي مشى بحال ما كاين والو. داك البوليسي فاش مشى لدارهم عاد جراج معاه، معاد منين جاب ديك الطوموبيل ما عنده حتى باش يكريها، كيف غادي يدبر على ديك الطوموبيل؟ خوه ما عندوش ديك الطوموبيل، عنده طوموبيل عاديه، والطوموبيل اللي عند معاد قليله تكون دايره شي 20 مليون، وهو ما خدام ما والو، كيفاش غيدير ليها؟ البوليسي بداو كيدخلوا الشكوك. ملي مشى للكوميساريه فين كيخدم مشى عند الشاف ديالو، قال لي الشاف هاد الايام هادي واحد ولد دابنا شرا واحد الطوموبيله غاليه وهو ما خدام ما والو، يا اما كيبيع الحشيش يا اما العمليه اللي على بالي وبال. مدينه خويبكا تقريبا شي شهر ونص ولا شي شهرين ما جاتهم حتى شي خبر على ديك العمليه ديال البنك، طايحه فيها رواح، بنادم شداتو الخلعه ومبقاش كيحس بالامان. داك الشاف والبوليس اللي معاه كانوا كيتسناو غير شي خيط. البوليس مشاو عند معاد، السلام عليكم. وعليكم السلام، واش فايت لك درتي شي كسيده بالطوموبيل؟ قال لهم ايه، فين هي الطوموبيل؟ جبد لي الوريقات كذا. قال لهم لا الوريقات الطوموبيل ديال خويا. صافي ملي قال لهم ديال خويا تبتهم صافي مشاو عاوتاني للكوميساريه. البوليس ولد دابهم مشى عند داك الشاف قال لي امضرا كاين شي خبار؟ قال لي لا هذيك ديال خويا ماشي ديالو ديك الطوموبيل. البوليسي رجع الذاكيه قال لي الشاف خو ما عندوش ديك الطوموبيل، خو غا استاذ اما غيشريش ديك الطوموبيل. الشاف دخلو الشك، قال في هاد الحاله هادي غنعيطوا لخو معاد. عيطوا لخو معاد سولوه السلام عليكم السلام، واش درتي شي كسيده مؤخرا؟ قال لهم لا انا عمرني ما درت شي كسيده بالطوموبيل. قالوا لي واش الطوموبيل ديالك؟ قال لهم لا ماشي ديالي، الطوموبيل شي هاهي عمرني درت باش كسيده. صافي الشاف ديك الساعه هو يتاكد بان كاينه شي حاجه. موراها مشاو عند معاد عاوتاني للدار، دقوا عليه هبطوه جبد لينا الورق ديال الطوموبيل. ملي جبد لهم الورق ديال الطوموبيل بان لهم داكشي في سميتو، ماشي بحال كيف قال لهم ديال خويا. الطوموبيل تاكدات بانها ديالو حيت الورق مكتوبين سميتو. هنا عرفوا بان راسو في العجينه. ديك الساعه داو ليه المينوط وما ياخذوا الامر بالتفتيش ديال الدار وما يطلعوا ليه للدار. قلبوا الدار كامله، ملي طلعوا للسطح قلبوا السطح حتى هو كامل. واحد البوليسي بانوا ليه واحد الخناشي بحال كانوا 3 ديال الخناشي. سولوه ديالاش؟ قال لهم الكاياس. بالفعل كان فيهم الكاياس. بغاو يقلبوا مزيان كيهزوا الخنشه الاولى ثقيله، الخنشه الثانيه ثقيله، الخنشه الثالثه حتى هي فيها الكاياس ولكن خفيفه. فاش كانوا كيخويو في ديك الخنشه ديال الكاياس ويتلاح منها واحد الساك، داك الساك فيه بزاف ديال الفلوس وما يشكوا في الامر. قالوا بان قدر يكون هذا هو الخيط ديالنا اللي غيوصلنا لدوك المجرمين اللي كانوا داو ديك الحاله في البنك. بداو معاد هبطوا الكوميساريه، بداو معاه التحقيق ديالو. معاد بغى يبدا يخرج ويدخل في الهضره ولكن ما عرفش راسو حتى بدا كيقال لهم بالقضيه وجبد لهم دوك الجوج ديال اللي كانوا معاه. وهنا عرفوا بانه هو اللي خطط لكلشي وحكموا عليهم كاملين بالمؤبد. التهمه الاولى هي القتل العمد، التهمه الثانيه هي السطو. المهم كانت هذه القصه ديالنا ديال اكبر براكاج وقع في المغرب. نتمنى تخليو لي واحد الكومونتير وجيم وابوني، دوزو عندي الانستغرام. تهلا.